السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بنجرب سيت اب جديد، ده تقريبا تالت سيت اب على التوالي. حاسس ان الجو احسن، اي نعم في دوشه في الخلفيه، بس يعني ايه هحاول اظبطها في المونتاج. المهم احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان حصل لي زي نوع من انواع الاذيه، او بعض من الناس حاولوا ان هم زي يشوهوا صورتي، او مش عايز اخد في تفاصيل لسبب ان هو التفاصيل كده كده مش فاهم، يعني القرار بيحكي على بعض كده تمام، فما ينفعش اتقصد، بس يعني مش موضوعنا. المهم انا جاي احكي تجربه اصلا، مش جاي احكي موقف. هنحكي النهارده النتائج بقى، او الحاجات اللي استفدتها انا من بعد الحوار اللي حصل. طيب انا بالنسبه لي ايه اللي حصل من بعد الخناقه او من بعد الموضوع؟ طيب هي كان يعني كانت فتره نوعا ما صعبه دي كلمه قليله تقريبا، يعني يمكن تكون فتره، مش عايز اكون اوفر، بس هي يعتبر الفتره الاصعب اللي عدت عليا. ما علينا. هو كان حصل الموقف اللي حصل، احنا كان بقى قلنا مش هنتعمق في تفاصيل تمام عشان نطلع بالاستفاده النهائيه. يعني كان حصل الموقف اللي حصل. من بعد ما حصل بقى ايه، لقيت ناس عملت بلوك مثلا، ناس مش عارف ما بقتش تتعامل معايا، ناس يعني لقيت تقريبا معظم الناس اتغيرت معايا او ما بقتش زي الاول تمام. ده من بعد الموقف اللي حصل. جه في بالي ساعتها ان هم اللي عملوا الحوار يعني تمام، ان هم نجحوا في اللي هم عملوه، ونجحوا ان هم مثلا يكرهوا بعض الناس فيا، او ان مثلا يبقى الناس تبقى على خلاف معايا تمام. وكانت الفكره المسيطره عليا ان هم بعدوا عنك عشان انت مش، او ان انت ما تستحقش ان حد يعرفك. بتكلم عن نفسي، يعني انا بوجه كلام لنفسي. المهم ف دي كانت الفكره المسيطره عليا وقتها، ما كنتش لسه ادركت او تداركت الموقف. وكان برضه حوار زي ما قلت مش حوار سهل، ممكن لو حد عدى بالموقف قبل كده هيبقى بالنسبه له طبيعي تمام، بس انا كانت بالنسبه لي دي يعتبر اول مره تمام. يعني كان يعتبر غدر على مش عارف ميكس مشاعر كده غريب، انا كان بالنسبه لي الصراحه اول مره احس بيه. بس زي ما قلت كان بالنسبه لي شايف ان هو لا، الناس كلها بعدت عنك وعارف ايه، وان مفيش حد هيحبك تاني، وهم فعلا عندهم حق. انت صح، انت طريقتك وحشه، انت بس اللي ادركته مع الوقت، يمكن ما ادركتوش بعدها على طول، بس ما خدت لي شويه وقت عمال ما فهمت الحوار، انه مش شرط نهائي خالص ان كل الناس تبقى راضيه عنك، وكمان مش شرط ان حتى لما يبعد عنك يبقى انت وحش، او ان انت ما تتعاشرش مثلا او كده، او ايا كان. لو كان في سبب غير واضح لده تمام، لو في سبب واضح ماشي يتعالج تمام، وتقدر تكمل مع شخص او تكمل حياتك عموما بدون ادنى من كده تمام. بس لو في السبب خفي، او ان انت حاولت تعرف السبب وما عرفتش تمام، هاعرف ان انت تمام، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل، ما فيكش مشكله واضحه تمام تثبت ان انت وحش، او ان انت طريقتك مثلا مش حلوه مثلا او كده. ويمكن زي ما قلت اللي كان مسيطر عليا وقتها ان هم بعدوا عني وانا خسرتهم، بس في حقيقه الامر تمام يمكن هم اللي خسروني مش انا اللي خسرتهم، ما اعرفش، الله اعلم برضه. يعني في الاول والاخر مفيش حد بيكسب على طول، مفيش حد بيخسر على طول تمام. وبرضه عشان ما اذكر حاجه تمام، انا كنت فاكر ان انا وقتها خسرت كل حاجه حرفيا، مع ان على الجانب الاخر انا لا، انا كسبت ناحيه، كسبت، فانا كسبت ناس جديده تمام، كسبت ناس نظيفه اللي هم الناس القديمه اللي كنت اعرفها تمام، لقيت ناس ولو بوقت تمام بيضحي ببعض من وقته تمام عشان مثلا يهون او يساعد او يحاول يفكر معاك او طبعا من ابرز الناس دي يوسف ايمن ومحسن محمد، دول يعني ابرز اتنين وقفوا معايا في الفتره دي، ولازم اسمهم يتذكر في الفيديو. يعني دول يعتبر عارف انت اللي هو اكتر اتنين كانوا واقفين معايا في الفتره بالتحديد الفتره اللي هي من بعد الخناقه اللي هي جالي فيها اكتئاب وكده، فكل شكر ليهم من خلال الفيديو. فالمهم نرجع لموضوعنا. انا كنت فاكر ان انا خسرت كل الناس تمام، او ان انا خلاص يعني فعليا خسرت كل حاجه، وان هو لا، بعض الحاجات تمام بس عادي نجيب غيرها يا باشا. خسرنا بعض الناس عادي نتعرف على الجيل، خسرنا بعض الشعبيه مثلا مش هتفرق في حاجه، ما خسرتش الجنه يعني فاهم. انا كنت مهول الموضوع وقتها ان هو اللي هو انا ما ازاي انا خسرت فلان وفلان 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 وما ينفعش، ولا وانا وحش، وانا ده اسود. لا، الحوار ما طلعش كما كنت متخيل. الفكره دي كانت مسيطره عليا في تقريبا فتره شهر او شهر ونص من بعد بس اللي فعلا ادركت ان هو لا، ما انت ما خسرتش يا معلم، انت ما خسرتش، انت اي نعم في جزء من حياتك حصل له زي ريسايكلينج تمام، بس مش هتقف على حال الاول والاخر. وبرضه ادركت حاجه ان هي في الاول والاخر قدر ربنا تمام. يمكن الموضوع اللي حصل لي ده دلوقتي تمام ارجع استفيد منه بعدها ب10 سنين تمام، استفيد من نفس الفكره او نفس الموقف يعني. وبرضه مش هكدب، الموضوع ادالي صلابه نفسيه رهيبه تمام. يمكن ابرز الحاجات اللي خلتني او اللي اكتسبتها من الموضوع ان ما علقش نفسي
شخص تمام، يعني ده شخص والله موجود تمام، مش موجود تمام، انا مش حياتي مش هتقف تمام. الشخص ده بقى ايه مشي لاي سبب ايا كان، استغنى مثلا او خلاص مش عايز يكمل او مش عايز يعرفني تاني، خلاص تمام. انا بالنسبه لي طالما مش مقصر في حقوقي تجاهه، او بمعنى اصح ان انا ما عملتش معاه حاجه غلطت فيها في الشخص نفسه تمام، او خليته هو يتضايق مني، انا بالنسبه لي انا تمام. انا مش هصلح نظره كل واحد عني، لان في الاول والاخر انا مش هرضي الجميع تمام. هو يمكن وقت الخناقه ده او من بعد الخناقه انا خسرت شخص من اعز الناس عليا، وقبلها بقى قبلها ويمكن ده اللي كان مسبب لي معظم الصدمه. بس تيجي تبص لا يعني مع الوقت الواحد بدأ يبص، طب يا عم انت كده كده بالنسبه له انت مش فارق له تمام، فهتخليه هو فارق لك ليه؟ بتاع ايه يعني تمام. بس خلينا نرجع نقول ان هو مش هتقف على حد، وانت مش مطالب ان انت تبان سوبر هيرو لكل الناس. في ناس تشوفك وحش هتتلكك وتشوفك وحش تمام. عارف انت اللي هو المثل يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط تمام، وعدوك يتمنى لك الغلط. دي الصراحه جمله في الجون، انا شايفها جمله في الجون جدا. بس واي نوت مثلا خسرنا ما نخسر يعني، مش زي ما قلت مش خسرنا الجنه يعني تمام. هل الموقف كان صعب؟ كان صعب. قد ايه؟ كتير صراحه، يعني كان كبير. ليه؟ انا ما اعرفش وقتها انا ليه كنت مكبر الموضوع كده، او حتى يوسف ومحسن اصلا وقتها فضلوا يقولوا لي يا ابني انت مكبر الموضوع، يا ابني انت مش عارف ايه، يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني. زي ما قلت هو كان عشان اول مره تحصل لي حاجه زي كده، وكنت شايف ان هو انا خلاص حياتي وقفت. بس هي يمكن اصلا دي نيو ستارت، وفعلا في اصلا حاجات كتير جدا 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 اختلفت من بعد الموقف. وزي ما قلت صلابه هي وده كده هيعود عليا بالنفع، ما هو هيعود عليا بالضرر، وهي اقدر ربنا كده كده مش هيمنعها ايا كان اللي انا بعمله تمام. يعني انا مثلا اصلا لو كنت فضلت قعدت ورا كل واحد تمام اصلح ومش عارف ايه، او لا اوضح وجهه النظر، او ان انا اصلح من صورتي قدامه، ما هتفرق في ايه؟ ما كده كده اقدر ربنا ماشي. ويمكن دي ده حاجه مهمه، يمكن اصلا ربنا شال من طريقي من الناس دي تمام عشان كان هم ممكن يبقوا ضرر ليا بعدين. فانا كل دي اصلا افكار كانت بتجيلي كده مره واحده تمام، ابقى قاعد فرحان في لا شيء، تروح جالي فكره يالي مش عارف تقول لك يا عم ما اللي يروح يروح. فيعني الحمد لله طبعا ربنا، طبعا ده ابرز درس من الحوار كله، ان ربنا بينزل البلاء وبينزل معاه الصبر، بينزل الاتنين مع بعض وبنفس القدر. بلاءك كبير صبر والجلد عندك هيبقى كبير، بلاءك في حاجه مثلا عزيزه عليك مش عارف ايه برضو ايه يعني ربنا يرزقك صبر، وربنا هيرزقك البصيره اللي تعديك من المرحله اللي انت فيها دي. فيعني ما علينا. دي ابرز الحاجات اللي انا اخدت بالي منها تمام، او اللي كنت اتمنى ان انا اعملها بس للاسف ما عملتهاش، وخدت لي الشهر الاكتئاب اللي قلت عليه ده. هنيجي بس ايه برضو لحاجه مهمه جدا كمان، اللي هو ازاي الزميل او اتعاب الناس عموما اصنفها ازاي. احنا عندنا الناس اللي في نفس سني هيبقى عندهم صحاب من ايام الكليه، صحاب من ايام المدرسه، صحاب مش عارف في المنطقه، صحاب كده يعني. ده نوع الناس اللي هم بيتعاملوا معايا، يا اما قرايب يا اما مثلا الاهل في البيت كده. دول بيبقى ايه معظم الفئات اللي موجوده حوالينا، او زمايل في الشغل يعني بعض الناس يعني الله يعينهم، الناس اللي بتنزل شغل. فحضرتك دلوقتي هتصنف الناس ازاي؟ او من خلال رؤيتي انا، او من خلال اللي انا شفته، او من اللي انا جربته تمام، انت المفروض تصنف الناس ازاي؟ بالنسبه لي هي بتصنف على درجه القرب. يعني في ناس قريبه قوي، في ناس نص نص، في ناس لا دول مش هيعدوا المساحه المخصصه لهم ويدخلوا حياتي اكتر ما انا عايز تمام. في ناس اوت اوف رينج اصلا، يعني مش مصنفين بره التصنيف. طيب هنصنفهم ازاي، او هنحط كل واحد التصنيف بتاعه ازاي تمام؟ اولا كده يعني لازم افضل معيار اللي هو توب اللي هيخليك تختار احسن ناس تمام، الدين مبدئيا تمام. المرء على دين خليل، فلينظر احدكم من يخالف، تقريبا ده معنى الحديث مش فاكره بالظبط. المهم حضرتك تشوف الناس المتدينه الكويسه واللي مش بتمثل ده تمام، مش معنى ان هو مش عارف بيصلي في الجامع لا، هو لو هو متدين فعلا او هو كويس فعلا، هو هيبان عليها خلقه مش فعل بس هي تمام، هو فعل وبيدي انطباع او بيدي ريفليكشن على الشخصيه تمام. فده اول كونسيبت عموما لازم تبص عليه. والله لقيت حاجه كويسه او راجل محترم متدين وكده وبتاع، يعني انت هتحب الشخصيه لوحدها، ربنا بيضع قبول اصلا في الناس دي جميل. طبعا بعد الدين بيبقى الاهل تمام، او تاني معيار بالنسبه لك هيبقى الاهل. هتختار الناس اللي هي لو
لو تعرف لو اديني بقول لو اهو عشان ما تفتكرش ان هي اجبار، لو تعرف ان انت مثلا تعرف اهل شخص او تتعامل معاهم او ايا كان، تمام، طبعا هيديك انطباع عن الشخص لان هو اصلا يعتبر عايش معاهم معظم حياته، ان كان كل حياته، تمام، فبالتالي اكيد يعني يبقى شبههم بشكل او اخر يعني اهو، ولازم هيأثروا فيه بشكل او اخر. طيب انت بعد الاهل المفروض بتبص على ايه؟ بتبص على البيئه المحيطه فيه ليه. طبعا انا مش بصنف الناس على مستوى مادي او ايا كان، بس انا بتكلم في اللي هو هل بيئته المحيطه بيه او صحابه وزمايله والناس دي كلها، هل الناس دي فعلا كويسه، تمام. يعني هو مثلا مصاحب، خلينا مثلا نقول ان في شله الف وشله باء عندكم في الكليه، تمام. شله الف دول ناس ربنا يهديهم يعني ايه، خلينا نفضل فيه، وشله باء تمام دول فيهم ناس كويسين وفيهم جزء ايه، وانت رحت مصاحب واحد من الشله الف بس مصاحبه ما عايزهاش الشله كلها، تمام. الشخص الف ده تمام كده كده طالما بيتعامل مع الشله الوحشه دي، تمام، لازم يقرب منهم حاجه. حلو، زي ما قلت المرء على دين خليله، فبما انه صاحبهم فهو في احتمال ان هو يبقى شبهها. هو الفكره كلها probabilities. هو بيتعامل مع الناس دي فلازم يتاثر بيهم ويتاثر بافكارهم ويتاثر بكلامهم ويتاثر بفكرهم ويتاثر بكل حاجه فيهم بما انه مصاحبهم وملازمهم. جميل. معانا ايه تاني ممكن نبص عليه او نعرف من خلال الحوار ده؟ التعامل نفسه، التعامل وطريقه التعامل واللباقه في الكلام وان هو هل مثلا كويس مش كويس. مثلا في ناس كانت بتتقمص يعني الصراحه، الناس اللي كانت بتتعامل معايا كانوا بيتقمصوا مثلا ان انا اتاخرت 3 دقايق في الرد. دي مش دماغ دي، لا انا كنت بتقفل من الشخصيات دي الصراحه. المهم خلينا في الغنى بنقوله انت تبقى بتتعامل مع الشخصيه ومرتاح لها، تمام، وهي مش ما تبقاش شخصيه مصطنعه. كمان لازم تراقب حتى لو شخصيه لسه مصاحبها في الاول مثلا او لسه عارفها في الاول، تمام، لازم ولا بد، تمام. لازم تراقب تعامله، تراقب مواقفه، وتراقب مش عارف طريقته، وتراقب في تبقى كذا حاجه كده بتراقبها في الاول عشان تصنفه هل هو ينفع اصلا ولا ما ينفع. جميل. ولازم تاخد بالك من الحاجات دي لان في الاول والاخر ما حدش هيلبس غيرك حضرتك، يعني انت اللي هتقرب الناس الوحشه ليك، هم في الاخر هيضروك. جميل. وانت لو قربت من الناس الحلوه منك هتستفيد منهم وهيبقى احلى صحبه وحاجه عسل خالص. بس ده تصنيف الصحاب او ازاي تتعامل مع الاصدقاء اللي ممكن تخليهم يا اما يقربوا منك يا اما يبعدوا عنك، تمام. وانت اللي تسمع في حاجه زي كده، ما تسمعش لحد يدخل اصلا حياتك او يقرب منك جامد، تمام، وهو ما يستحقش حاجه زي كده او ان انت ما درستوش كفايه. يعني حاول تدرس الناس كويس، ومش اي حد مقابله ايه تعالى حبيبي صاحبي خدني بخدني مش عارف ايه، لا هتتخم وهتزعل، تمام. بس دي يعتبر معظم الحاجات او معظم الافكار اللي جات لي من بعد الخناقه بقى ايه حد يمكن دلوقتي. وبس كده يعتبر خلصنا، وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.